في إطار برنامج الاتحادية الجزائرية للرياضة المدرسية، نظمت الرابطة الولائية للرياضة المدرسية هنا بالتنسيق مع مديرية شباب والرياضة الدور الجهوي الخاص بألعاب القوى المصغرة للأطفال هنا بولاية جيجل بحضور 5 ولايات، 3 ولايات حاضرة معنا هنا تشكل جهة جيجل. التظاهرة بمناسبة 19 ماي 1956 وصعود الطلبة إلى الثورة، تزامنت هذه المناسبة مع تنظيم الدور الجهوي هنا بولاية جيجل. إن شاء الله تأهل فريق واحد إلى الدور الوطني. الآن رانا في ملعب عميروش في البطولة الجهوية لألعاب القوى المصغرة. حضر هذه المنافسة 3 ولايات فقط للأسف، جيجل، أم البواقي وولاية ميلا. لحد الساعة الأمور تمشي في كما سطرناها. تقريبا قريب نخلصوا جميع الألعاب. بالنسبة للألعاب كما يعلم الجميع طبقنا قانون الاتحادية الجزائرية للرياضة المدرسية، وهي عبارة عن 10 ألعاب، 3 ألعاب في القفز، 3 ألعاب في الجري، و3 ألعاب في الرمي. ونختم بإذن الله سباق المداومة. إن شاء الله النتائج راح تكون في المستوى، والفائز بطبيعة الحال راح يتأهل البطولة الوطنية التي ستقام مستقبلا يحدد تاريخها ومكان إجرائها. شكرا جزيلا وحد أوفر للجميع. الرحمن الرحيم، معكم الأستاذ جهيد بومعراف، ابتدائية بن عبيد حسناوي، ممثل ولاية أم بواقي. شاركنا اليوم في مهرجان ألعاب كيدز للرياضة المدرسية، ونتمنى النجاح لجميع الفرق المشاركة، ودون أن ننسى أن نشكر مديرية التربية لولاية جيجل، وكذلك الرابطة الولائية للرياضة المدرسية، وكذلك قناة المنارة على هذا التدخل. بارك الله فيك. ظهرت الكيت اليوم، عدد الحكام هو 20. في كل ورشة هناك حكمين يقومون بدورهم على أحسن ما يرام، ومن أجل تأطير هذه المنافسة والعمل على أن يكون أحسن فريق هو اللي يمثل جهة الشرق في البطولة الوطنية. الأستاذ سويد عبد السميع، عضو المكتب التنفيذي للرابطة الولائية للرياضة المدرسية. اليوم رانا في الدور الجهوي لرياضة الكيدز، ألعاب القوى المصغرة للأطفال. سعد الله من ولاية ميلا، مدرسة الشهيد محمد سفاري، دائرة قرار مقوقة. أنا أتشرف بمشاركتي في هذه المسابقة وأشكر كل من شارك فيها. نشكر كل من ساهم في هذه المنافسة الجهوية من مؤطرين، من أعضاء الرابطة، وكذا مديرية التربية، بالإضافة إلى طاقم الإعلام، وكذا الطاقم الملعب البلدي. نشكر الجميع على كل هذه الظروف الملائمة لإجراء هذه المنافسة، وشكرا.